السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا ان شاء الله غادي ندير واحد الكيكة ديال بيضة واحدة. بيضة وحدة غادي نقدروا نديروا بحال هاد الكيكة. شوفوا القوام ديالها ما شاء الله خفيفة وكريمية ودايره بحال الطورطة، وراه ما مسقيه ما ولا مسقيتهاش، درت لها غير صوص كراميل من الفوق. هنايا المقطع اللي كنت حاطه فيه المقادير مشالي. هنايا درت بيضة، كاس الا ربع ديال سنيدة واحد الفانية وقبيصه ديال الملحه، وخلطتها مزيان 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 حتى ولات على هذا القوام. وغادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه بالتدريج كما كتشوفوا، بالتدريج تيدخل لي في القوام ديالي. نذكر بالمقادير. درت بيضه بحراره المطبخ، درت واحد كيس ديال الفاني، ودرت قبيصه ديال الملحه. هنايا كنضيف هذا الزيت بالتدريج حتى كيدخل لي في القوام ديال الخليط اللي عندي. كنبقى على هاد المنوال. الكيكه ضروري تبقى تخلط مزيان غير بالفوي. انا تعمدت انني نديرها بالفوي، كتصدق بالفوي وبالطراب الكهربائي بحال بحال، بلا ما يبقاو البنات. خصك الطراب باش تطلع لك الكيكه اسفنجيه. غير الطراب اليدوي، هانتوما كما كتشوفوا الطراب ديالي غير ديال البلاستيك. صافي غادي نبقى ندخل داك الزيت ديالي كما كتشوفوا. هنايا غادي ندير كاس كامل ديال الحليب. حليب يكون دافي، حليب سواء عندكم حليب الغبره ديروه مع الماء، سواء يكون حليب ديال اللي كيتباع في الحوانت، حليب الجاري. صافي غادي ندخل هذاك الحليب ديالي مزيان في في الخليط ديالي. هنا غادي نبقى نخدم ونقول المقادير مع مع الخدمه. مشى ليا المقطع اللي صورت فيه الاول المقادير. هنايا غادي نستعمل 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. هنايا كاكاو المر فيه انواع، كاين المر الاسود وكاين هذا القهوي. هذا انا اكتفيت غير بالقهوي باش ما تجينيش كيكه مره بزاف. هنايا غادي ندير 250 غرام ديال الدقيق، وغادي نديرها على دفعات. انا غربلتها تغربيله وحده حتى بالنسبه للكيكات. سر الكيكه انه تغربلي الدقيق في شحال من مره، ماشي. هنايا درت جوج شاصيه ديال البيكين باودر ديال 8 غرام. هنايا هانتوما كما تشوفوا الدقيق ديالي غربلته غير مره واحده، وراني كنحطو بالمعلقه ما كنغربلو ما والو. وجات الكيكه ما شاء الله. سواء كنتو تغربلون ولا ما تغربلوش، هذاك الشيء ما كيفرقش مع الكيكه. الكيكه كتصدق في مسائل اخرى. الكميه كيكون واحد الضبط، تكونوا مضبوطين في الكميه ديال الدقيق اللي غادي ديروا مع البيض مع السعه ديال الحليب. هذا هو الضبط والقوام ديال الكيكه، ماشي تغربلوا الدقيق باش يجيبها زوينه يعني اسفنجيه ولا لا. هنايا غادي نزيد. تبقاو ديروا الدقيق على دفعات وتخلط مزيان تيتجانس، وتعاودوا ديروا دفعات، ديروا عاوتاني شويه دقيق على دفعات، دفعه مورا دفعه، وكل دفعه كتخلط مزيان مزيان. انا كندير 2 معالق، هانتوما كما كتشوفوا معلقه 2 معالق باش نضبط القوام ديال الكيكه. هنايا كما كتشوفوا هو بدا الخليط ديالي كيتقال، ما كنقدرش نحركو مزيان، ولكن باقي خصو الدقيق. غادي نزيد معلقه واحده ونشوف. هانتوما غادي نخلطو. شوفوا كي كيبان القوام ديال الكيكه ديالي، كتبان ثقيله
حتى الفوي مبقاش قادر يخلطها. صافي هذا هو القوام النهائي ديال الكيكه ديالي نديرها باش نخويها في المول. ها هو هذا ملي كتكتبوا ديك التمنية ما كتمشيش، كتبقى باينه. هنايا غادي نخويها في المول ديالي كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي ندخلها للفران على نار مهيله لمده ديال ساعه تقريبا. صافي هنايا غادي ندير ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال سكر سنيده، سكر الخشن، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، والحليب درت انا كاس الا ربع. نتوما تقدروا تحكموا في القوام ديال القوام ديال الصوص. بغيتو تخفوها كديروا كاس ديال الحليب، بغيتو تكون بحال هذه اللي درت انا درت كاس الا ربع، بغيتو تقلوها كديروا نص كاس ديال الحليب باش تجي ثقيله. نتوما ليكم الاختيار، نتوما اللي كتحكموا في القوام ديال لاصوص. هنايا ها هي دي طلعت معايا، طلعت الغليه في الصوص ديالي. غنخليها تغل مع التحريك، ضروري التحريك ملي تحطوها فوق النار وانتم تحركوها حتى كتغلى مزيان مزيان، وكنحيدها. هانتوما كما كتشوفوا والقوام ديالها جاري. ملي غادي تبرد غادي تولي شاده في راسها مزيان، تولي مزيانه، تولي صوص. صافي ها هو دا شفتوا الغليه طالعه معايا. هاي تغلي واحد 2 دقائق، 2 دقائق بالحساب. نطفي عليها ونحيدها. غادي نجيب زلافه باش نحيدها من ديك الكسرونه، غير على حسب البروده، غير باش تبرد لي. اللي عندها الوقت تخليها في الكسرونه ماشي مشكل. صافي غادي نكبها كامله نصبها كامله في الزلافه ديالي. هي دي. ونخليها على جنب تبرد. غير دفا ندخلوها للثلاجه باش تكمل البروده ديالها. لان بالنسبه للصوص باش تصبوه على الكيكه، يا اما تكون تكون الكيكه ديجا طابت وبارده وتصبوه عليها هكا سخون، يا اما تكون الكيكه سخونه وداك الصوص بارد في الثلاجه وتصبوه عليها. صافي كانت هذه هي الكيكه ديالي. غادي نوريكم كي دايره اسفنجيه ما شاء الله. ديك التقطيعه ديال الموس كتبين الكيكه باللي ما شاء الله اسفنجيه وبومبي. هانتوما شوفوا كي غادي تقطع. باينه الكيكه ناجحه من التقطيعه ديالها. نتمنى تنال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي وشجعوني بلايكاتكم باش يكون دائما جديد. هنايا ها هي دي غادي نغرس فيها المعلقه. شوفوا كي كيجي القوام ديالها ما شاء الله معلكه.